النهارده هقول لك ازاي تقدر تعمل انيميشن زي ده. اول حاجه هنعمل نيو كومبوزيشن بالمقاس اللي احنا عايزينه. هنعمل 1920 في 1080. بعدين ندوس اوكي. نجيب الصوره اللي احنا عايزين نعمل عليها هايلايت، نظبط السكيل بتاعها، نختار البين تول ونحط بوينت في اول التكست اللي احنا عايزينه وبوينت في الاخر بالشكل ده. يطلع معانا بالشكل ده. الستروك بنعدله زي ما احنا عايزين، خليه 65 مثلا، والفيل لازما يكون مقفول. بعدين ندوس على الشيب لاير بتاعتنا، نجيب البلندنج مود نخليه مالتيفاي، هيطلع معانا بالشكل ده. دوس على الشيب لاير، بعدين الكونتنت، بعدين الشيب 1، بعدين باث 1. ندوس على الباث ونتحرك ثانية لقدام، وبعدين ندوس على علامة الكي فريم، نرجع لورا، بعدين نجيب أداة سelection tool ونعمل بالشكل ده ونتحرك لغاية الأول خالص. بس أهم حاجة نكون ضاغطين على الشيفت عشان يطلع معانا بشكل مستقيم. هيطلع معانا الأنيميشن بالشكل ده. لو عايزين نخلي الأنيميشن سموز أكتر فهندوس على الكي فريمز ونعمل F9 فيطلع معانا بالشكل ده. نعمل ايزي ايز فيبقى الانيميشن بالشكل ده معانا. عايزين نخليه بشكل انعم اكتر فنضغط عليهم وبعدين على الجراف، نتاكد ان الايديت سبيد جراف متفعله، نعمل فيل وبعدين نحركها بالشكل ده فيطلع معانا الانيميشن بالشكل ده كويس جدا. لو عايزين نخلي الموضوع انعم ممكن ندوس على الموشن بلور، بيخلي فيه بلور اثناء الحركه بالطريقه دي. بعدين هنعمل دوبليكيت للشيب لاير، نعمله دوبليكيت، ناخد الشيب رقم 2 ننزله تحت على بقية التكست، وبعدين ندوس على اليو يفتح لنا الكي فريمز بتاعتنا اللي هو على الباث. نروح عند آخر كي فريم ونظبط الاند بتاعت الستروك بالشكل ده. بعدين نحرك الكي فريمز بتاعت شيب لاير 2 او الهايلايت اللي تحت لغاية آخر الهايلايت اللي فوق عشان يبقى مسلم بعضه بالشكل ده. كده بصراحة الانيميشن كده طالع معانا بالشكل ده. لو عايزين نعلي ليفل الانيميشن فممكن نحط افكت اسمه ديب جلو. هنسيرش على ديب جلو اللي هو الافكت ده ونحطه على الشيب لاير بتاعتنا. هنخلي الاكسبوجر 0.20 ونخلي الراديوس 250. يطلع معانا بالشكل ده. نعمل كنترول سي كنترول في الشيب لاير بتاعنا التاني ويطلع معانا الانيميشن بالشكل ده. كده نكون عملنا انيميشن احترافي. وبعدين نعمل له ريندر بكل سهولة. وفي الآخر لو استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناة. وسلام.